السلام عليكم المشاهدين ديالي، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم بمناسبه عيد الناير السنه الامازيغيه انا غنقدم لكم واحد الدجاجه ان شاء الله بالمقادير اللي كتشوفوها معايا هنا. الدجاج راه منقي ومغسول مزيان بالملح والسكنجبير والخل الحامض والقنزه حتى هي والكبده والعنق. المهم هنا العطريه اللي غادي نحتاج كنوريها لكم راه باينه. غادي نحتاج فلفل سوداني وشويه د الابزار وسكنجبير خرقوم البلدي، شويه د المليحه وواحد الضويمه ديال الثومه وواحد الضويمه ديال الزعفران. وهنا غادي نحتاج حامضه مصيره اللب ديالها، شويه د الموطارد، شويه د الهريسه وملعقه ديال السمن الحي. كما كتشوفوا معايا هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج. كاينه القبصه ديال الثومه محكوكه ولكن غادي نضيفها هي والمروزيه في الاخير. المهم هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج، اضافه الى كأس من الزيت البلديه والروميه يكونوا مخلطين، والقزبور مقطع الى قطع صغيره وغادي نطحنوه في الميكسور. المهم كما كتشوفوا معايا هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج. راه قلت لكم اضافه الى الثوم المحكوك والمروزيه. المهم هنا طحنا القزبور في الميكسور، كنحصلوا على هذا الخليط هذا. غنضيفوا واحد الطويمه ديال الزعفران كما كتشوفوا معايا، ومن بعد غادي نضيفوا واحد الضويمه ديال الثومه، ومن بعد غادي نزيدوا جميع العطريه اللي عندي من غير المروزيه كنخليوها في الاخير. من بعد هنا كنضيف ملعقه السمن الحي، ومن بعد كنضيف المطارد وشويه د الهريسه وداك الماء ديال الحامض المصير. ومن بعد هنا كنضيف كأس من الزيت المخلط ما بين الزيت الروميه والبلديه. هنا كما كتشوفوا معايا هاد العناصر غادي نخلطهم بيديا مزيان تيتجانسوا مع بعض، ومن بعد غادي ندهن بهم الدجاجه ديالي. هكذا كيولي الخليط كما كتشوفوا معايا. وهنا غادي نمشي باش ندهن الدجاجه اللي كتشوفوا معايا. المهم هنا كنحاول ندهنها وكنحاول ندخل المريقه ديك العطريه ما بين الجلده والصدر كما كتشوفوا معايا. المهم هنا راه الدجاجه ديالي واجده وغادي نخليها ترقد واحد على الاقل 5 سوايع حتى 6 سوايع. هنا بالنسبه للصدر كنخلطو بالموس باش يطيب ليا، ومن بعد كنخليه حتى هو العطريه كما كتشوفوا معايا في الصوره. المهم هنا الدجاجه ديالي راه واجده، غادي نخليها 6 سوايع تقريبا، ويستحسن لو ترقدوها بالليل الا بغيتو تنصبوها للغد ليه. المهم هنا قلبتها ودرت الصدر لتحت باش ما يتفرتتش ليا وما يتهرسش ليا. المهم من بعد ما حزمت الرجلين هنا كنضيف ديك العطريه اللي بقات ليا كامله، كنديرها على الدجاجه كما كتشوفوا معايا. هنا كندير شويه بشويه باش يلاه كلشي تعمر ليا الدجاجه بديك العطريه ديالها. المهم راه بالنسبه للثومه والمروزيه ديال الدجاج اللي مهمين غادي نضيفهم في الاخر، حيت بالنسبه لي ممكن تضيفوهم مع العطريه ولكن انا درتهم في الاخر. يستحسن نديروهم في الاخر باش يعطيونا ديك النسمه ديالهم، باش نحسوا بالنسمه ديال المروزيه والثومه المحكوكه. يمكن نستغناو عليها حيت درت بودره الثوم. المهم هنا راه طابت هذيك الدجاجه. هذه هي المريقه اللي كنحصلوا عليها، ما كنديروش ليها البصله. هنا راه الدجاجه ديالي غادي ندخلها للفرن. المهم البصله ها هي دابا غادي نديرها مع ديك المريقه مقطعه مشلطه مزيان الى قطع صغيره مع الكبده والقنزه. هنا الدجاجه ديالي غادي ندهنها بالمطارد وشويه الهريسه باش ندخلها للفران باش طيب ليا بما طابت المريقه باش تجي قد قد. المهم هنا كندهن الدجاجه ديالي بالمطارد باش تكون حمراء وشويه الهريسه. وهنا السكسو كنوريكم باش نوجد معاكم كسكسو ديال عيد الناير، وها هو وجد. وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هو والدجاج ديالي، وكنتمنى لكم امازيغيه ولو سعيده ما لقيت وراه كلام حلوه كما غادي نوريكم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تشتركوا عندي في القناه، وكنتمنى يعجبكم المحتوى ديالي، وشكرا.